صعبة للغاية، إضافة إلى جنوب إفريقيا ومنتخب الكوت ديفوار وأيضا ناميبيا، ولكن النظام الجديد لهذه البطولة بزيادة عدد المنتخبات ربما يزيل بعض الضغوطات، لأنه ممكن 3 منتخبات تترشح من مجموعة واحدة، ولنا كل الإمكانيات. أعتقد أن المنتخب المغربي عنده من الإمكانيات حتى ليتصدر هذه المجموعة، لما لا على الأقل مركز ثاني ليواصل المشوار. ومن الآن وجب الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق القاري الذي سيقام في مصر صيف هذه السنة. هيرفي رونار يعرف جيدا الكرة الإفريقية، يعرف الكوت ديفوار ويعرف كذلك ناميبيا ويعرف جنوب إفريقيا، وبالتالي سيعد العدة من الآن للحضور بالشكل الذي يتمناه الجمهور المغربي، ولما لا الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. قبل ضربة البداية في هذه اللحظات من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، إن شاء الله 90 دقيقة موفقة، والمراد هو التأهل إلى الدور النصف النهائي لملاقاة ماملودي الصنداون. يتمنى الجمهور ويتمنى خاصة المدرب فوزي البنزرتي هو تسجيل هدف مبكر، أكيد سيحرر كثير من اللاعبين من ضغط 0 مقابل 0، لأنه كثيرون يقولون بأن 0-0 هي نتيجة ملغومة، لكن ما سيزيل هذا الهاجس هو هدف مبكر من العناصر الودادية، ضربة راسية من أشرف داري، ولكن متابعة بعد ذلك. المباراة هذا يتطلب أكيد رتم سريع ولياقة بدنية عالية جدا، بينما زوير المترجي حول المرور من الجهة اليمنى يلعبها لمحمد ناجم، يرفع محمد ناجم والكرة بعد ذلك الركنية الثانية. محمد ناجم يستعد لتنفيذ صعود أصحاب القامة الطويلة بمن في مشرف داري كان قريبا من هز الشباك، كان قريبا من هز الشباك، انتظرتك يا الوداد. هكذا هي البداية موفقة حتى الآن. الشيخ كومارا عناية السليمة يلعبها في وسط الميدان، ولذا كارتي وسط لاعبين. الحكم ماذا يقول؟ لا وجود لخطأ. لاحظوا بأن هورويا سيعتمد على الكثافة العددية في وسط الميدان. حذاري من هذه الكرة، حذاري 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 حذاري، طلع هذه الكرة التي تحدث عنها مشاهدينا الكرام. قلت بأقل عدد من التمريرات ممكن هذه هورويا يصل لمنطقة الجزاء، والحكم باملاك يطلب من الطاقم الطبي الدخول بسرعة لإسعاف مهاجم نادي هورويا الذي انطلق. شوف لهذا مرة أخرى يضربون بخط الدفاع في لمسة واحدة وفي تمريرة واحدة. المراوغة والتسديدة من أبا بونيفيس. أبا نحاول يسدد الكرة، لكن في نهاية المطاف يا سلام يا شيخ يا كومارا، يا سلام يا إبراهيم يا كومارا. هنا اللحظة التي تدخل فيها في التوقيت المناسب، بينما الكرة الأخطر من أشرف داري. شوف هنا التمركز والتحرك من أشرف داري يرتقي أعلى من الجميع، والكرة يتم إبعادها مباشرة على الخط، هذه من زاوية أخرى. كانت رائعة جدا هذه الضربة الراسية من اللاعب أشرف داري والدفاع بعد ذلك بقيادة السوكو، وما لا بعد في نهاية يصعد اللاعب السعيدي. ونجم ماذا سيفعل؟ ونجم يعليها، ونجم في اتجاه وليد الكارتي كان بجانبك السعيدي. تبقى ولاية يحيى جبران يعطي باس، هنا العرضية من محمد النهيري والراسية. هنا في الأسلوب أصبح معروف جدا، وهو اللاعب أكثر على الطرفين مع ونجم وكذلك مع اسماعيل الحداد. هو ونجم يدخل لمنطقة جزاء، ونجم فرصة تنفيذ هذه الركنية من طرف اللاعب محمد ناجم، يرفع ناجم والراسية بعد ذلك من كومارا. الحكم يحسب ركنية أخرى. تكتل رائع من عناصر نادي هورويا يغلقون جميع المنافذ. معك يا الحداد، معك يا الحداد، يمشي الحداد، يمشي الحداد، يرفع الحداد، لكن عالي على صلاح الدين السعيدي. يلحق بها اللاعب محمد ناجم. دائما تبقى ودادية بهذا الضغط الرهيب. السعيدي يعيد للخلف مرة أخرى على مشارف منطقة الجزاء. هي محمد النهيري جرب حطه هذه المرة. الضربة الراسية من محمد النهيري كان جاهز، كان على أوبة الاستعداد. في القائم الثاني مرفوعة هذه الكرة من لاعب وسط الميدان وليد الكارتي، نام على المقاس، حط براس اللاعب محمد النهيري، ولكن مرة جانبية للإعادة. تبقى الأخطر حل محمد النهيري على الجهة اليسرى المحور كالعادة. ثنائية أشرف داري وإبراهيم كومارا. الارتكاز صلاح الدين السعيدي ويحيى جبران أمامهما وليد الكارتي. محمد ونجم على الطرف الأيمن واسماعيل الحداد على الجهة اليسرى. ورأس الحرب اليوم على غير العادة زوير الجالية الغينية التي جاءت لتشجيع فريق الهورويا. وجب الحذر من الكرات الثابتة والمراقبة شيء ضروري، المراقبة اللصيقة لأبرز الأسماء داخل منطقة الجزاء. نيكيما يرفع
ولحسن الحظ مرة تالية، لحسن الحظ مرة تالية. هذا هو لاعب سوكو صاحب الضربة الرأسية في أول ركنية لفائدة نادي هورويا، الفريق اللي قلت بأنه انهزم الموسم الماضي في النسخة 2018 بنتيجة هدف. المباريات الأخيرة ما خسرش فريق الوداد الرياضي، بينما اسماعيل الحداد يطلب الكرة أقرب إليه ساماسيكو، الحكم يمنح ضربة مرمى لفائدة مدير الكرة. نهاية المطاف هدوءك يا اسماعيل، هدوءك يا اسماعيل، لا نريد بطاقات مجانية، نحن في حاجة ماسة، لأن النرفزة ليست في مصلحتي، لأن مع النرفزة يقل التركيز وممكن تجي الإنذارات المجانية. ضربة رأسية ولكن هنا سهلة، هذه المرة كانت ضعيفة يا أشرف داري في متناول فريق هورويا. 5 لاعبين 6 لاعبين يشكلون كتلة دفاعية أمام الحارسين دياي، وهذا ما سيصعب المهمة بدون شك بالنسبة لعناصر فريق الوداد الرياضي. انطلاقة سريعة، الحكم ترك المساحات امامهم لانهم لاعبين خطيرين جدا امام المرمى. تلعب هذه الركنيه، احمد رضا التاكناوتي هنا يتابع في نهايه الامر، يلعب بسرعه التاكناوتي والتفاهم والانسجام. الهدف ياتي ان شاء الله بينما كره اماميه طلبه في دار المدافع من ونجم، برافو نجم، برافو نجم. الحارس يخرج في نهايه المطاف. اليمنى معك يا نجم، يجب التنويع ايضا في الهجمات، اما اليمين اما اليسار وليس الجهه اليمنى فقط. ونجم يستلم الكره، يصعد له نصير، يصعد له نصير، يصعد النصير ونجم، والمتابعة بعد ذلك يا نجم. ترجع مرة أخرى لعناصر نادي هورويا، هذا هو اللاعب هابا، الحكم يقول وضعية تسلل على اللاعب هابا امامنا على الصوره. هابا اللي كانت عنده فرصه مع بدايه المباراه لإعادة مجددا، نعم وضعيه تسلل واضحه على اللاعب الغيني بونيفاس هابا صاحب ال 22 في هذه اللحظات. تغييران هنا في تشكيله الوداد مقاتل مع مباراه الذهاب، ادخال العائد يحيى جبران على حساب النقاش وكذلك المترجي بصفة أساسية. المترجي الآن في وضعية تسلل بالفعل، رأي مرفوعة من الحكم المساعد على في مرمى، سيلعب أكثر على الهجوم لأنه ليس لديه خيار آخر، لأن هي مباراة خروج المغلوب. نرجع للوداد ونرجع لوليد الكارتي، يعطي تمرير لإسماعيل الحداد. الحداد لم نشاهده كثيرا، طبيعي جدا لأن لاعبي وسط لما يصعد اللاعب يحيى او بالاحرى يصعد اشرف داري يعطي مساحه ويعطي مجال للدائره الايمن ليصعد اكثر ويكون بقرب اللاعب محمد ونجم. لكن يا ريت الوداد ينوع في الهجمات، يلعب اكثر على الجهه اليسرى. فرصه جول جول جول. طريقك سالك يا وليد الكارتي، وليد الكارتي بلمسة الكبار يشعل المدرجات وينسى الشباك الغينية. يا لا من لمسة في العمق، ويا لا من متابعة منك يا وليد الكارتي، ينسى الشباك الغينية. هذا هو السيناريو الامثل، الوداد انه يسجل في الربع ساعة الاول. مشاهدينا الكرام، كل شيء كان جميلا في اللقطة الماضية، لا التمرير ولا المتابعة ولا اللمسة. هاي الصورة مرة اخرى، هاي التمريرة الذكية، لم يكن ابدا متسللا. وليد طلب الكرة في دار المدافعين، وليد الكارتي يتحرك، ينسى يرفع الكرة على حارس المرمى. يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على هذا الهدف يا وليد الكارتي. هنا رغم الخروج، رغم ان يحاول يغطي امام وليد الكارتي، ولكن لمسة كانت رائعة يا وليد، لمسة تعيد الى الاذهان ذكريات 2017 وذكريات للسوبرمان التاكناوتي، هكذا لقبته. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية. يا ريتها يا الصورة، كان مخرج المباراة سمعني ما أقول وسمعني أطالب بردة فعل أحمد رضا التاكناوتي. رائع ما قمت به أحمد يا رضا التاكناوتي، لأن هذه تعادل، ولولا التاكناوتي وبراعة التاكناوتي لكان التعادل لا قدر الله بالنسبة لنادي هورويا. في العمق كما شاهدنا واحدة من الحلول بالنسبة للعناصر الودادية، تمريرة في العمق كانت ذكية بينية رائعة في اتجاه لاعب وليد الكارتي، حذاري من الأخطاء في التمرير. ينطلق لاعب هابا، خذ حذرك يا كومارا، يرجع السعيدي، برافو السعيدي برافو. ولكن باملاك تيسيما يقول ارتك شيخ كومارا. اذا الثنائي يقف خلف هذه الكره الصعبه، الحكم تيسيما باملاك يعطي اشاره التنفيذ. بافور بافور التسديده ولكن بعيده تماما الى ضربه مرمى. نيكيما هو صاحب التسديده، اعتقد بان بافور كي هو الذي سيسدد، لنا حتى بافور يمتاز بقوه التسديد. طبيعي جدا نادي هورويا سيبدا في التحرك الان بحثا عن هدف التعادل، ومهم ان الوداد يزور الشباك وحسابيا ومتأهل، لكن الأمور لم تحسن بعد انطلاقة من الجهة اليسرى. محمد الناري يستفيد من هذه الغلطة، ولكن هنا الكرة تطول على الجهة اليسرى. ويا لا منصورة، يا لا منصورة، هذا الجيش
الجيش الأحمر أو الموج الأحمر دعوني أقول أنصار الوداد الذين حضروا بكثافة. جمهور الوداد لا يحتاج إلى تحفيزات ولا يحتاج إلى حملات لتقول له تعال وشجع الوداد. هو أصلا دائما يعطي دروس في الإخلاص وفي الوفاء ودائما حاضر إلى جانب فريق الوداد الرياضي. حتى لو تعلق الأمر بمباراة أحمد رضا التاكناوتي مشات هناك للجهة اليمنى في اتجاه اللاعب عبد اللطيف نصير. يصعد كثيرا نصير على فكرة، يعني لاحظوا منذ بداية المباراة الجهة اليسرى معطلة تماما. تمشي كرة لمحمد ناجم، محمد ناجم يفضل المراوغة يرفع ثاني جول. جول الليلة ليلتك يا وليد، الليلة ليلتك يا وليد. وليد الكارتي نعم يعود لزيارة الشباك يلغي 2-0. مجهود أكثر من رائع من محمد ناجم. 10/10 يا ناجم في مباراة اليوم. أنت تفعل ما تشاء وتصول وتجول وقت ما تشاء وأينما تشاء. وناجم يفعل العجب في الجهة اليمنى، هو ناجم الرفع. لاحظوا نصير ينفذ التماس هنا، ناجم في الاستلام. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف تحرك وليد، شوف تحرك وليد. هذه ذكرتني بنهائي أمام الأهلي. تحرك وليد وطلب الكرة من وليد وبالراس من دون رقابة حتى في المرمى. رائع جدا يا وليد، الليلة ليلتك يا وليد يا الكارتي. مركز تماما وليد على الشق الهجومي، رائع ما يفعله كذلك اللاعب ناجم. أتذكر السيناريو ما حصل في النسخة الماضية لما بكر الوداد في التهديف ولما حسم الوداد المباراة يرفع راسه وفرصة الهدف الثالث لا زالت قائمة. يصعد يحيى جبران بالكأب لمن يا يحيى، بالكأب لمن يا يحيى. يرجع مرة أخرى عناصر الوداد نصير الدورانية. نصير يلعب في الجيل من وناجم، وناجم ماذا سيفعل؟ مرة جول جول جول. عالمي 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 يا نصير، عالمي يا نصير، عالمي يا نصير. ماذا أقول عنك يا نصير وماذا أقول عن هدفك يا نصير؟ هدف ولا أحلى من عبد اللطيف. بركاتك يا نصير، بركاتك يا الوداد، يا الوداد يا الوداد. نعم يفعل بالثلاثة، يضرب بالثلاثة ودائما أقولها وداد وداد. أنت الحقيقة والخيال، أنت المحبة والجلال. هذه الإعادة مرة أخرى. يا سلام على هذه اللقطة، يا سلام على إبداعاتك اليوم يا نصير ومعك محمد ناجم. يا سلام، نصير حطها بشكل رائع جدا على طريقة اللاعبين الكبار. الذكاء واللمحة والنظرة والحس التهديفي. اشتم الكرة واشتم الهدف اللاعب عبد اللطيف نصير بهذه العبارة. نعم حتى لا ننسى محمد ناجم اللي أعطى كرات وكان صاحب التمريرات الحاسمة لفائدة فريق الأحمر. 3-0 نعم 3-0. الوداد يضرب بقوة ويقترب من التأهل إلى الدور النصف النهائي.